صباح التحدي والحماس والنشاط على عيون اغلى واحلى واجمل متابعين في الدنيا كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيك باحلى واغلى واجمل لايك وشير، وانت بان اشترك دلوقتي معايا. ولو انت او انت من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه دي. النهارده الحد هيبقى فيه حلقه جديده من حلقات تحدي. عنوان حلقه النهارده بيقول يا واد يا حديد. بس قبل ما ابتدي حلقه النهارده كان في تحدي الاسبوع اللي فات، احب اعرف يا ترى عملتوا فيه ايه؟ اتحمستوا كفايه؟ قدرتوا تعملوه ولا ايه بالظبط؟ على العموم احب اعرف في الكومنتات. يلا بس ندخل على موضوع حلقه النهارده يا شباب. هنتكلم النهارده عن ايه اللي ممكن ناكله قبل وبعد التمرين، والحلقه ديت هتكون خاصه الى حد ما للشباب اكتر من البنات، للي عايز يبني جسمه او بادي بيلدينجز او الكلام ده كله. والكلام ده هيبقى على حسب دراسات وابحاث علميه كتيره اتعملت على الموضوع ده. والدراسات دي قالت ان الوجبه اللي قبل التمرين اهم بكتير من الوجبه اللي بعد التمرين، لان هي دي الوجبه اللي جسمك هيستفيد منها في التمرين وبعد التمرين. بس لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها ريكفري او استشفاء، ودي حاجه بتبقى موجوده على طول اليوم، مش في اوقات التمرين وبس. وطبعا الكلام ده ملهوش دعوه بالمكملات الغذائيه، سيب المكملات الغذائيه ديت على جنب هنتكلم فيها بعدين. بس انا بقول لك الريكفري او الاستشفاء ديت بتبقى معاك على طول اليوم، مش اثناء التمرين وبس. طب بالنسبه للوجبه اللي بتبقى بعد التمرين، ومهم جدا يبقى فيها كارب عالي، كربوهيدرات عاليه جدا، لان ميزه الكارب انه بيزود افراز الانسولين وبيخلي الجسم يحوش مصدر الطاقه اللي في العضلات، وانت لما بتتمرن بتحرق المصادر دي اللي تتحوش عندك في عضلاتك. طب هناكل ايه في الوجبه اللي قلنا عليها قبل التمرين اللي هي اهم وجبه؟ هناكل كارب وبروتين برضو، بس الكارب هيبقى من 60 ل 80 جرام. زي ايه مثلا؟ زي الشوفان، زي الرز، زي المكرونه. والبروتين هيبقى من 30 ل 40 جرام، زي الفراخ، اللحمه، البيض، ايا يكن العدد اللي انت عايز تاكله. يعني ملخص الكلام يا شباب، يفضل تاكل وجبه كل 3 ساعات عشان تمد جسمك بالغذاء على مدار ال 24 ساعه. ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للي عايزين يبنوا جسمهم بشكل سليم وصحي. وحاجة مهمة تانية يا شباب، الأكل ده ما يكونش قبل التمرين مباشرة، لا قبليها على الأقل بساعة ونص أو ساعتين، وده هيساعدك إنك تأدي تمارينك بشكل أحسن والمدة أطول. حاجة أخيرة يا شباب، قبل التمرين لازم يبقى الكارب أعلى من البروتين. الكارب اللي أنت هتاكله زي ما احنا قلنا زي الشوفان، الرز او المكرونه، هيبقى قبل التمرين اعلى من البروتين. طيب وبعد التمرين يبقى البروتين هيبقى اعلى من الكارب. البروتين زي ايه؟ زي الفراخ واللحمه والبيض. يبقى نقولها تاني، قبل التمرين يبقى الكارب اعلى من البروتين، وبعد التمرين يبقى البروتين اعلى من الكارب. بصوا يا شباب، ممكن تكون المعلومات اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها دي ممكن تكون ناقصه الى حد ما. ممكن يكون عندك تعليق او فكره احسن او معلومه افضل، احب اعرفها منك عشان الكل يستفيد باذن الله تعالى. وهحاول برضو في حلقه يوم الثلاث اللي جاي ان انا اكمل بقيه المعلومات ديت واجيبها لكم بشكل مفصل اكتر. وان شاء الله هيبقى الاسبوع دوت زي ما قلت خاص بالشباب اللي عايزين يعملوا بادي بيلدينجز او يبنوا عضلاتهم. وهعمل برضو ان شاء الله اسبوع خاص بالسيدات او البنات عشان انا يعني راجل ديمقراطي. ده يا شباب كان موضوع حلقه النهارده. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقه النهارده. اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي في حلقه جديده من حلقات تحدي. بس قبل ما انهي الحلقه احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، مش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم. هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقه الايجابيه وتقول لنا هي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا. بس انتوا لازم تبقوا
معانا او عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا. يهمني جدا جدا اعرف رايكم، افكاركم، ملاحظاتكم، حتى انتقادكم في حلقه النهارده. زي ما بقول في كل حلقه، في ناس كتير وجهات اكتر مراهنه على فشلنا. يا ريت تدوش فرصه لاي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل لايك وشير، وتتابعني واشترك الوقت معايا في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. Stay positive you asa. سلام عليكم.